ازيكم عاملين ايه حبايب قلبي؟ بصوا بقى، النيه كانت النهارده محشي. والله العظيم انا نازله السوق النهارده النيه كانت محشي، وخلاص نازله اجيب حاجته ونازله ايه، خلاص هعمل محشي كرنب النهارده ومشكل، يعني محشي مشكل. لقيت ده قدامي، والله انا ما بصدق الاقيه. انا من عشاق السمك الصغير او الشباره، ما اعرفش هما بيقولوا عليه ايه، بس هو تقريبا ده. فانا شفته خلاص مش عايزين محشي بقى، خدته. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. خدته اللهم صل على النبي الكيلو، والله يعني قعدت انقي فيه وينقي فيا لحد ما خدته على 63. الصغير ده والله العظيم الصغير ده ب 63. كان معايا 3 كيلو، اخدت منه 3 كيلو. طلعت دول اهو، نضفته، فتحت بطنه بس وشطفته ونقعته في ليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، ليمون وملح ماشي. ودول نضفتهم للقليه. قلت بقى خلاص ده انا هشويه، عشان انا بعشق ده في الشاوي، يعني بموت فيه الصغير ده. واللي طلعت منه شويه برضو قلت هعملهم، اللهم صل على النبي، هعملهم مقليين. تعالوا نشوف هنشوي مع بعض. بصوا بقى يا حبايب قلبي، عندك طريقتين ممكن تشوي بيهم على البوتاجاز. انا بيني وبينكم هشوي على البوتاجاز خلاص. اما تجيبي دي بتاعت الفرن وتحطي عليها فويل وتحطيها على البوتاجاز، اما برضو هي برضو عليها فويل بس بتحطيها في الفرن. فانا عشان ما ادخنش الفرن جوه واصفره، فانا هعمله في فويل هنا واحطه على البوتاجاز. هيطلع حلو ومفيهوش اي مشكله. انا مش اول مره اعمله، لا انا على طول بعمله كده. ولو لقيت عندي صينيه قديمه مش بستعملها ساعات بشوي فيها، بس انا بعمل في ده عشان يعني انجز اكتر كميه. دي رده عاديه، كلنا طبعا عارفين الرده. وهنشوي بقى مع بعض، ويا رب بس تشوفوا من الدخان. انا مشغله الشفاط بس طبعا مش هيعمل ايه كميه الدخان ده. والله انا كنت في الاول اما اجي اشوي عندي الانبوبه اللي هي الصغيره دي، كنت بطلع على سطح البيت اشوي. بس بيني وبينكم لما جم السكان الجداد ما بقتش اعرف اطلع، يعني بقيت اتحرج بسم الله ما شاء الله، يعني هما ما شاء الله يعتبر كلهم شباب، فبقيت اتحرج ان انا اطلع بقى على السطح، لان الشقه بتاعتهم انا فوقي، هما فوقينا السطوح على طول، فما بقتش اخد راحتي زي الاول. فاحنا بقى جربتها مره واتنين وعملتها هنا. اي نعم بتدخن شويه بس مش مشكله. بس بصوا انا مشغله العينين، العين دي والعين دي خلاص. ما تخافيش، ورق الفويل هيخليه حلو ومش هيحصل فيه اي مشكله. علي النار عليه وما تحطيش على الورق الفويل ترشي رد، هيدخلك الدنيا على الفاضي. لا هي خلاص انت كده كده حطاها ومفيش مشكله، هتشتغل معاكي زي الفل زي الفل. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتدعموني لو على اليوتيوب، قناتي يوميات جوج، على الفيسبوك ام جوج حبايبي. بسم الله. بصوا دي التتبيله بتاعت السمك اللي انا هعملها مقلي، هي اللي انا هعملها للمشوي. توم، شطه، فلفل اخضر وملح وشطه وكمون. ادي الملح، بسم الله. خلاص كمون بقى، سمك ده سمك يعني كمون، بسم الله. ماشي، بيبقى هنا فلفل اخضر وفلفل احمر وملح وشطه وكمون. ادي الشطه، عشان اللي انا الشطه الحمراء اللي انا حطاها دي فمش حراقه قوي. ادي الشطه كويسين كده. ايه تاني؟ ليمون، بسم الله. نعصر ليمونه سكينه، بسم الله. وادي ليمون اهو، اديها كلها
هنقسم دي زي ما قلت لكم نصين للسمك المشوي. هحط له الليمون بتاعه برده لان السمك المشوي بيبقى عايز ليمون اكتر من كده. ودي هعملها سمك مقلي دلوقتي معاكم. اقلبهم في بعض. طب تمام كده. الخلطه بتاعت المقلي هحط هنا على المفرش ده، انا لسه فرشاه عشان هشيل الايه الزفره بتاعت اللي انا هعمله المشوي والمقلي وكله. هحشي بقى حشوتي الجميله دي. بسم الله اهو. مش هفتح ولا من الجناب لانه مش كبير، فهتلاقيه ملح معايا بسهوله. وده في المقلي او المشوي طعمه بيبقى عسل. اللي كل السمك ده يبقى فعلا يعني اللي جربه مش هيسلم، لان السمك الصغير ده والله انا بحسه طعمه وريحته اجمل من الكبير. وحاطه زيت على النار. نعمل شويه رز بقى ببصل جنبيها وشويه سلطه. بسم الله. احط الزيت بتاعنا قدح. احط فيه السمك بقى مع نفسه قبل ما اعمل الطماطم بتاعتي، لان انا هعمل ده بسم الله هعمله صينيه بالطماطم اهو. والمشوي على النار اهو. وصلت لحد هنا، ما تنسوش تحطوا لايك، تعملوا المتابعه يوميات جوج على الفيسبوك ومشوي. بصوا بقى يا حبايبي، دي بصلايه مخرطاها عليها زيت وسايباها تتبل شويه. خلاص هحط عليها ايه؟ هحط عليها دقه معلقه من اللي انا ايه عاملاها للسمك. هخرط عليه قرن فلفل. بسم الله. بسم الله. هخرط عليها كمان قرن فلفل يكون حامي شويه اهو. تاخد تتبيله مع البصلايه دي. بصلايه السمكه بطماطم. خلصت انا كده، خلصت بقى ايه المشوي وخلالي الدنيا ايه نار. بسم الله اهو. مجرد ما تغمق بس شويه حاجه بسيطه، هي دوبك بس دقيقه بس جدا هنحط عليه الطماطم بتاعته. ده بقت اهي. هحط بقى الطماطم وهخليها ايه اغطيها. مش حاجه يمتها ولا هحط لها ولا ملح ولا اي حاجه دلوقتي. خلاص كده هنعمل مع بعض الرز بالبصل. بصي يا عسلات، ده كده الرز، ده البصلايه بتاعت الرز. انا بسيبها تغمق شويه. هحط عليها وهي كده كمون. بسم الله. بسم الله. شايفين؟ وهي كده بحط عليها كمون. خلاص. وبحط عليها ايه تاني؟ بحط عليها خلاص ريحه الكمون اهو. هقلبه شويه. خلاص كده لونها كده مغمق اهو. احط عليها برده معلقه من نفس التوابل التتبيله بتاعت السمك. شايفين اهو. هي تتبيله السمك هي تتبيله الرز. ريحته بتخلي الرز، بصي الرز يعني تخليه في حته تانيه خالص. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الرز بقى عشان ما يغمقش اكتر من كده. بسم الله. رز غسلاه ومصفياه حلو اهو اهو. بسم الله. هقلبه في الزيت والتقليه حلو. مش هحط الميه دلوقتي. اللي بيتفرج عليا واللي شافني قبل كده عارف ان انا بخلي الرز ياخد ويدي مع الزيت، الماده الدهنيه اللي انا حاطاها سواء زيت او زبده او سمنه ايا كان يعني. وهحط له ميه عادي من الحنفيه، مش شرط ميه سخنه. احط له ملحه وحط له كمون، احط له تتبيلته. هحط له بس يا دوبك الملح بتاعه والميه بتاعته. طبعا كلنا عارفين ان كوبايتين الرز عليهم كوبايتين ميه. لكن انا بقى يعني كده بالبركه كده. خلاص هعمل كده. هنحط له ميه. بسم الله.
احط له الميه بقى بالبركه كده يا دوب. اغطي الرز بحاجه بسيطه ياخد غلوتين بالظبط، واجي موطيه على النار واسيبه بقى مع نفسه. اغسل بقى البوتاجاز اللي بقى شكله استغفر الله العظيم يا رب ده بشويه المواعين يكون هو تعب. اي نعم انا بضعف قدام السمك، بس بلاقي بعد كده المطبخ بندم ان انا جبته. يا دوبك بص يا دوبك متغطيه بحاجه بسيطه. هغطيه بقى ياخد غلوتين واوطي على النار. بسم الله. بصوا السمك المشوي اهو، طعمه وريحته طريقه البطاري من جوه مش ناشف ولا اي حاجه، شايفين طعمه ما اقولكوش طري خالص. عملت كمان في ثواني وعملت الرز. ادي الرز اهو، الرز اهو بصوا لونه وريحته. وادي صينيه السمك دخلتها الفرن. بسم الله. دي صينيه السمك ام طماطم اللي قلت لك عليها، دخلتها الفرن. انا بحب اديها وش كده تتحمر. وبرده عملت طبق سلطه خضراء خلاص، ومشيت يوم النهارده والدنيا زي الفل. شويه سمك والله العظيم طعم وريحه تحفه. ولو عجبكم الفيديو وصلت لحد هنا متنسوش تعملوا لايك والاشتراك او المتابعه على الفيس يوميات جوجو يوتيوب، على الفيسبوك ام جوجو. سلام عليكم.